طبعًا إحنا كلنا خرجنا النهارده وقعدنا نهتف لغزة ولفلسطين، وإحنا سعداء بده، ودي حماسة بتدل على حيوية الشعب المصري. إنما حضرتك فاهم إحنا خرجنا ليه النهارده والّا لأ؟ إحنا مش خرجنا عشان فلسطين وغزة وبس، إحنا خرجنا عشان مصر، عشان نقف ضد مشروع مهم جدًا بيحاول الاحتلال الإسرائيلي إنه ينفذه منذ عام 1948. المشروع ببساطة إن دولتهم تبقى في حدود فلسطين بالكامل قابلة للتوسع، وبالتالي هو ما يقدرش يلعب جوه أرضه، لازم يكون القوة العسكرية في أرض الخصم اللي هي مصر. النهاردة الرئيس كان مع المستشار الألماني واتكلموا في نقاط مهمة جدا، وخاصة فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. الفكرة ديت ده سيناريو قديم من بعد حرب 67، وحاولت إسرائيل إنها تغري شيوخ وقبائل البدو في سيناء عشان ينفذوا المشروع ده، بحيث أن تكون هناك دولة فلسطينية في سيناء. ولكن البدو والشيوخ سيناء الشرفاء رفضوا تنفيذ هذا المخطط. المخطط ده رجع مرة تانية مع وصول الإخوان ومحمد مرسي في العام الأسود إلى حكم مصر. وقتها بدأ مرشد الإخوان يتحدث عن فكرة توطين الفلسطينيين في شمال سيناء، وده مخطط أمريكي وفي الأصل هو مخطط إسرائيل. وبالفعل جاء جون كيري إلى مصر وبدأ يعمل مفاوضات مع الإخوان، ويبقى في حديث في هذا الإطار. ولكن الإخوان بعد كده لما الموضوع اكتشف بدأوا ينفوا الكلام ده، ولكن الرئيس محمود عباس أبو مازن في عام 2018 أثبت أن هذا المخطط كان موجود بالفعل في توطين الفلسطينيين في شمال سيناء. ده معناه إيه لو الفلسطينيين استوطنوا في شمال سيناء؟ معناها ان الحرب كلها تبقى على ارض مصر، وبدل ما الحرب موجوده في غزه بقت في سيناء، وبدل ما تطلق كتائب المقاومه قذائفها على الاحتلال من غزه، هيبقى القذف هنا من مصر ومن سيناء، وبالتالي اصبحت مصر هي طرف رئيسي في الموضوع. طبعا ده مخطط كبير قوي لتصفيه القضيه الفلسطينيه بالكامل. وانا شايف ان اقتراح الرئيس النهارده بضم او لو كانت هناك نيه فعلا لمتابعه جيوب المقاومه في غزه، ان يتم نقل الفلسطينيين الى صحراء النقب. ولو تم النقل الى صحراء النقب، حتى لو امريكا وحتى لو العالم عايز يعمل مخيمات وبنيه تحتيه مؤقته للفلسطينيين، يبقى برضه داخل بلدهم في صحراء النقب. ودي دعوة للتصفية بالكامل. يعني كل اللي بتعمله إسرائيل على مدى الأيام الماضية هي دعوة لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل. معنى ذلك أن يتم إخلاء غزة بالفلسطينيين وتوجهوا إلى سيناء، وأيضا الضفة الغربية تتوجه إلى الأردن، وبكده تبقى انتهت القضية الفلسطينية. عرفت حضرتك بقى النهاردة كنت نازل وبتتظاهر عشان مين؟ مش غزة وبس ولا فلسطين وبس، انت بتتظاهر للحفاظ على حق بلدك مصر.